العاشوره خلصت، هنفضيها في الاطباق واوريها لكم يا حبايبي. زي ما انتم شايفين يا حبايبي بعد ما فضيتها في الاطباق نبدا بقى نزوقها مع بعض. عندكم جوز الهند، زبيب سوداني اللي موجود. دي جوز الهند هنحطها كده شويه على الوش، شويه زبيب، حاجه كده تدي ايه منظر كده لطبق العاشوره. شويه سوداني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حبايبي. نزوقهم كلهم وورهم. بعد ما زوقنا الاطباق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الكميه دي اتعمل نص كيلو قمح. النص كيلو قمح خد كيلو لبن، هو كيلو وربع لان حطينا كيلو معاه، والربع التاني خدناه حطينا منه شويه للنشا وشويه للكريم شانتيه، يعني كيلو وربع لبن على نص كيلو قمح على نص كيلو سكر، طبعا الفانيليا. وزي ما انتم شايفين طريقه يعني لو مشيتوا عليها بنفس الطريقه اللي انا عاملاها في الفيديو هتاكلوا احلى عاشوره. وكل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في مطبخ ماما بطه واستنوني في فيديو